أول قرار بعد تجهيز المزرعة هو اختيار السلالة. القرار ده لو صح ممكن يغير شكل أرباح المزرعة بالكامل. أنا مهندس سيد عيسى وجاي أفيدك في مجال الدواجن. النهاردة هنتكلم عن نقطة أساسية في أي مشروع دواجن، وهي اختيار السلالة المناسبة سواء للتسمين أو لإنتاج البيض. في عالم صناعة الدواجن مفيش حاجة اسمها سلالة واحدة تناسب كل الناس. لو هدفك إنتاج اللحم غالبا هتروح لسلالات التسمين زي الرص والكب، ودي سلالات بتتميز بسرعة النمو وكفاءة تحويل العلف لوزن، ودي نقطة بتفرق جدا في الربحية. أما لو هدفك إنتاج البيض فهنا بنتكلم عن سلالات البياض زي الهاي لاين واللهم. السلالات دي معروفة بإنتاج عدد كبير من البيض في السنة مع حجم بيضة ثابتة وجودة قشرة عالية. كمان لازم تبص على عوامل تانية قبل ما تختار: طبيعة المناخ في منطقتك، الخبرة الفنية في التعامل مع السلالة، والمصدر اللي هتشتري منه الكتاكيت. اختيار السلالة مش بس مسألة سعر أو شكل، ده قرار استراتيجي بيأثر على الإنتاج والأرباح وحتى طريقة إدارة المزرعة اليومية. وفي الحلقات الجاية هنتكلم على العوامل المؤثرة على الإنتاج. تابعوني لو حابين تبنوا مزرعة دواجن على أسس علمية مش على صدفة.